هلو. لو هنتكلم عن المسلسلات المدرسية واليونيفورم والأصحاب والجروبس والمذاكرة والحاجات دي كلها، فطبعا هنحس بأجواء رومانسية جميلة جدا وصداقة غير طبيعية. بس احنا النهاردة هنتكلم عن المسلسلات الكورية المدرسية بطريقة مختلفة تماما. لو هتتفرج على الدراما المدرسية الكورية فأنت أكيد هتشوف تنمر، ألغاز، مؤامرات، وكمان رعب وقتل وجرايم وكل حاجة إلا الرومانسية. فاحنا النهارده هنتكلم مع بعض على المسلسلات المدرسية، أحسن مسلسلات موجودة لحد دلوقتي في الدراما المدرسية، بس مش بالترتيب. يعني أنا مش هرتبهم من الأقوى للأضعف أو أحسن 10 أو أحسن 20، لأ، دول أحسن مسلسلات موجودة دلوقتي. يلا بينا نبدأ ونشوف أول مسلسل معانا. اول مسلسل هنبدا بيه معانا النهارده مسلسل اسمه اكسترا كوليكرال او خارج المنهج، من انتاج شركه نتفليكس. هو 10 حلقات بس، وهو قصير. بيتكلم عن طالب مدرسه ثانوي مثالي ومن الدرجه الاولى ومتفوق، هادي جدا وملوش في اي حاجه خالص. بس هل المسلسل هينتهي معانا لحد كده؟ لا طبعا. الطالب بيضطر انه يرتكب جرائم مختلفه علشان يوفر تكاليف الدراسه بتاعته. فهو بيبقى بالليل بقى بيقلب ان هو بيبقى مجرم ايا كانت الجريمه اللي هو هيعملها، بس علشان يقدر يجيب فلوس الدراسه وتكاليفها. طيب المشكله بقت فين؟ ان زميلته اصلا الغنيه او واحده من صحابه في المدرسه هتبدا تعرف السر بتاعه وتكتشفه، ومن هنا هتبدا الاحداث والصراعات. هل هي هتساعده؟ هل هي هتحاول تغيره؟ هل هو هيحاول يتخلص منها؟ ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ اتفرجوا على المسلسل هيعجبكم، وده اول مسلسل معانا في سلسله المسلسلات الكوريه المدرسيه. ويلا بينا. 품행이 단정하고 학업 성취도가 높습니다. 해에 귀감이 되며 모범적인 학생입니다. 이 실장님 수고하세요. 가끔 졸라 토 나거든요. 내 손냄새가요. 우리 아무것도 안 해도 쉬어지니까. 내 핸드폰 찾으려면 뭐까지 할 수 있어? 너 원하는 게 뭔데 도대체? 다시 모으면 되잖아. 네 사업으로. 너 그러다 죽어. المسلسل الثالث معانا النهارده مسلسل هاي كوكيز. المسلسل 20 حلقه بس، ما تقلقوش، هو نص ساعه الحلقه، يعني نص ساعه، فهتاخد منكم على طول في ثواني، هتلاقوها خلصت ومش هتحسوا باي ملل، والمسلسل هيخلص معاكم كده، يعني الحلقتين بمقام حلقه. طيب ايه بقى المسلسل بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ مدرسه ثانوي من النخبه، إذ فجأة كده حصل إن هي ظهر فيها بسكوت سحري مصنوع يدويا، حد بيعمل بسكوت بس بسكوت سحري. فالأولاد قررت إن هي تجربه، بس البسكوت ده علشان سحري فبيعمل ايه؟ بيحقق كل الاحلام وكل الامنيات اللي انت ممكن تطلبها في حياتك وتبقى عايزها. اي امنيه عايزها هتحققها لك. طب فين المشكله في كده؟ دي حاجه حلوه جدا. لا، مش كل الاحلام بتتحقق ببلاش، ومش كل الاحلام بتتحقق. ساعات الاحلام بتتحول لكوابيس، وساعات الاحلام بتطلب ثمن غالي جدا 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 عشان تتحقق. فانت مش هتاخد الحلم بتاعك وتحقيقه ببلاش. وهتظهر عندنا البطلة بتاعتنا ست كبيرة هتبدأ تتدخل في المدرسة بشكل ما أو بطريقة ما علشان تنقذ أختها الصغيرة من اللي بيحصل، وطبعا تكتشف مين اللي ورا البسكوت وإيه الغرض منه وليه بيستغل الأولاد الصغيرين في الأعمال دي. اتفرجوا على المسلسل ده، صغير ومشوق وهيعجبكم وسريع هيخلص منكم بسرعة. 꿈을 위해 필요한 건 오직 쿠키 한 입입니다. 우리 학생들의 입시 반드시 성공시킬 겁니다. 나이는 22, 학력은 중졸에, 가족은 동생 하나가 전부네. 자녀가 딴판이 아주. 저랑 달리 너무 빛나는 애거든요. 정안고등학교에서 학생 한 명이 죽었습니다. 쿠키 먹고요. 들키려고 환장한 게 아닌 이상 이딴 식으로 일 처리를 해요? 이런 식으로는 일도 못하겠다고. 자수한다고요. 어디니? 쿠키를 유통하는 곳이. 셰프께서는 모든 걸 다 알고 계시오. 이제 다 끝났어, 이모. 너만 끝났어. 배신의 대가야. 우리 신고할 거예요? 신고를 왜 해? 내가 죽여야 되는데. 자수합니다. 저는 오늘 사람을 죽입니다. المسلسل اللي معانا دلوقتي مسلسل استادي جروب. مسلسل استادي جروب مشهور وفي ناس كتيره جدا عارفاه. هو 10 حلقات، والشركه المنتجه اعلنت ان هو هيبقى ليه جزء تاني، بس لسه ما قالتش التوقيت بتاعه ايه. واحسن حاجه في المسلسلات المدرسيه ان هي مسلسلات قصيره، حتى لو مسلسل طويل شويه فهتلاقي الحلقه صغيره. في مسلسلات 10 8 6 كده ونخلص المسلسل في السريع ونمشي.
بدل ما يبقى 16 و20 وحلقات كتيره كده. ودي حاجه حلوه تخلصها في قعده، تخلصها في يوم، والمسلسل يخلص منك من غير ما تحس باي ملل وزهق ويا احنا لسه هنا. المهم نرجع بقى للمسلسل بتاعنا. ستادي جروب عباره عن ان هو طالب ما فيهوش حاجه في حياته غير ان هو بيذاكر، وان هو اتنقل المدرسه علشان بس يحسن درجاته. هو ما بيعملش حاجه، هو رايح يذاكر، الراجل يدرس في مدرسه ما فيهاش اي نوع من انواع الدراسه، فيها كل حاجه الا الدراسه. عنف تلاقي، تنمر تلاقي، انحراف تلاقي، ضرب تلاقي، كل اللي انت عايزه، تشكيله فظيعه فظيعه فظيعه، وهو رايح عشان يذاكر بس. هنا بقى الصراع او فكره المسلسل، هل هم فعلا هيقدروا ياثروا عليه ويخلوه ما يذاكرش وينحرف زيهم، ولا هو اللي هيكسبهم ويقدر يركز في هدفه ودراسته بس؟ هم هيبقوا شايفين شكله كده ملوش في اي حاجه، ملوش غير في كتابه ودراسته، فهيبداوا ايه، يشتغلوا عليه شويتين، يحاولوا ياخدوه معاهم شويتين، يحاولوا يتنمروا عليه ويضربوه شويتين. وهنشوف بقى الاحداث هنا. هي دي فكره المسلسل، مين اللي هيقدر يكسب؟ هل العنف والانحراف هو اللي هيكسب، ولا ان لو واحد مركز في هدفه وهو جاي يشتغل عليه بس، ومش معناه كده ان هو يبقى ضعيف، لا، هو بيشتغل في هدفه وهو قوي، هو اللي هيقدر يكسب. 너무 공부를 잘하고 싶은 나는 확실한 방법을 발견했다. 학교는 지금 정상이 아닙니다. 조포경제학교란 말이 괜히 있는 말 아니란 말이지. 찾아야죠. 공부할 눈빛. 스터디그룹 가입 신청서? 앞으로 이거 들고 있는 들은 내 손으로 다 조진다. 내놔 그거. 너는 역시 모든 재능이 몸에 몰빵됐어. 그까지 난 공부가 더 싶은데. 난 물러가지 않겠지만 지금 무슨 건가 초대 관심사 너야. 우리 같이 스터디. المسلسل رقم 5 معانا مسلسل اسمه جمال الظل او شادو بيوتي. المسلسل بيتكون من 13 حلقه، بس الحلقه بتبقى عباره عن تلت ساعه اللي هي 20 دقيقه بس، فمسلسل صغير بزياده. بيتكلم عن طالبه في مدرسه ثانوي بتتعرض طول حياتها للتنمر. بسبب ايه؟ بسبب شكلها، مظهرها، ان هم بيعتبروا ان هي مش جمالها جمال المقاييس الكوريه الرهيبه الفظيعه الخطيره اللي لازم كل الناس تبقى فيها. لا، هم شايفينها مش حلوه، بنت عاديه جدا، لا كمان بيتريقوا عليها. تمام. طيب المشكله بقى بتحصل فين، او هي بتحاول تحل المشكله بتاعتها دي ازاي؟ البنت دي بنكتشف عندها ان هي عندها 2 حياه مزدوجه. يعني الصبح بتبقى طالبه ثانوي، وبالليل بتبقى من اشهر البلوجرز او الناس الموجوده على السوشيال ميديا بطريقه حلوه جدا، لان هي شاطره جدا في حاجتين: في التصوير وازاي تاخد زوايا التصوير والكاميرا وكده، والحاجه التانية في الميك اب. فهي بتغير شكلها كله بالميك اب، فاللي بيشوفها الصبح ما يبقاش عارف ان هي دي بتاعت بالليل. يعني ممكن يكونوا صحابها في المدرسه اصلا معجبين بيها، بس معجبين بيها بشخصيتها بتاعت السوشيال ميديا. المشكله بقى هتظهر ان هي تصحى من النوم في يوم من الايام، هتلاقي رقم مجهول ما تعرفوش ده ولد ولا بنت، حد يعرفها ولا لا، بعت لها مسج على الموبايل وبيهددها، بيقول لها ان انا عارف حقيقتك وعارف انت بتعملي ايه، وان هو ناوي يفضحك، ويقول لها ان هو معاه ادله تثبت الكلام بتاعه. فهي طبعا هتخاف على حياتها وهتخاف على الشهرة اللي هي وصلت لها، فهتبدأ ترتكب بحاجات غريبة وجرايم، وهتدخل في مشاكل كتيرة جدا علشان توصل للشخص، وعلشان تدافع عن حياتها، وعلشان سرها ما يتكشفش. وهنبدأ نشوف جانب مظلم منها احنا ما كناش عارفينه بسبب الضغط المجتمع وبسبب التنمر. فهي هتضطر تعمل حاجات كتيرة جدا غلط. اتفرجوا على المسلسل دوت، هيعجبكم، وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتس. 예쁘다. 거울아, 세상에서 누가 제일 예쁘니? 거울 또 나옴. 사람이 불렀으면 대답을 해야지. 아니 구둥에다가 뭘 쳐바른 거임? 나도 이뻐 보이고 싶다. 학교에서는 찐따지만 집에 오면 나는 팔로워 77만의 SNS 스타 진이다. 마, 네가 말하는 건 다 믿음이 간다. 나 거짓말 되게 잘하는데. 저 오늘 진희님 봤어요. 사진이랑 많이 다르시던데. 보이진?
누구야? 보지마, 내 폰 보지마! 너한테 궁금한 게 엄청 많은데 대답. 참 재미있는 일이야, 그치? 안녕 지니? 너였어? بطل المسلسل معانا هو المدرس، مش الطلاب المرة دي خالص. البطل هو المعلم اللي موجود معانا النهاردة. المسلسل اسمه Nightmare Teacher أو المعلم الكابوس. عبارة عن إن المدرسة، هو مسلسل 12 حلقة، مدرسة نموذجية جدا ما فيهاش غلطة، الطلاب تمام والدنيا ماشية حلو جدا وسير العملية التعليمية ما فيهوش أي حاجة خالص. المشكلة بتظهر لما بنلاقي إن الطلاب بدأت تبقى تحت إيد أو حد بيتحكم فيها أو فريسة لساحر غامض ما حدش يعرف عنه أي حاجة، ومحدش يعرف إزاي قدر يسيطر على الطلاب في المدرسة، لأن هو بيحقق لهم الأحلام اللي هم بيحلموا بيها. اي واحد طالب بينام بيحلم بحلم معين نفسه يتحقق، بيلاقي ان الحلم اللي هو حلمه اتحقق قدامه بالفعل، وهنا بتبدا الفوضى تعم في المكان. محدش فاهم حاجه ومحدش عارف مين اللي بيعمل كده، ومحدش عارف اذا كان دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه. ازاي انام واحلم واصحى الاقي الصبح حلمي اتحقق؟ طالبه بقى معانا من الطلاب اللي عندهم فضول بزياده، بتقعد تنخور كده في الموضوع وذكيه جدا، وهتفضل ورا الموضوع لحد ما تجيب قراره. تفضل ورا الموضوع وتعرف مين اللي بيعمل كده ومش هتسكت لحد ما نبدأ نعرف ليه بيعمل كده ومين اللي بيعمل كده وايه الهدف من ان هو يسيطر على الطلاب بالطريقة دي ويحقق احلامهم. هل هو مثلا راجل سايكو؟ هل كان غرضه ان هو يساعدهم؟ هل هم الطلاب اصلا عجبهم الموضوع ولا الدنيا تبقى ماشيه ازاي؟ المسلسل ده قديم شويتين، يعني حوالي سنه 2013، مش من المسلسلات الجديده ومش من المسلسلات المعروفه، ولا حد بيتفرج عليه ولا حد اصلا بيطلبه مني ولا حد يعرف عنه اي حاجه. احنا لحد دلوقتي قلنا 6 مسلسلات، قولوا لي رايكم فيهم ايه في الكومنتس، وايه المسلسلات اللي عجبتكم وشفتوها، وايه المسلسلات اللي ما شفتوهاش خالص من اللي انا قلتها واتفرجوا عليها وقولوا لي رايكم. يلا بينا ندخل على المسلسل اللي بعديه. المسلسل اللي بعديه اسمه مسلسل صف الاكاذيب او كلاس اوف لايز. المسلسل ده طويل شويتين، 16 حلقه وجديد شويتين. بيتكلم عن ان محامي سمعته حلوه جدا، غني ومشهور وكل حاجه. سمعته دي بتبقى في الحضيض خالص، بتروح في داهية بعد ما بيحصل جريمة قتل في مدرسة وبيتهموه فيها وبيقولوا له انت السبب، وبيلاقي نفسه جوه جريمة قتل الطالبة هو اصلا لا يعرف دي ايه ولا ايه اللي حصل لها وماتت ليه وانا ايه ذنبي وايه اللي دخلني في الموضوع. فهيقرر ان هو يتنكر في شخصية مدرس، وهيبقى مدرس وهيدخل المدرسة وهيشتغل في المدرسة كأنه مدرس بدوام جزئي بارت تايم، يعني علشان يكشف كل الطلاب اللي بتكذب وكل الحياة بتاعتهم اللي غلط وكل الحاجات اللي بيخبوها على بعض، وان الطالبة دي ماتت بسبب ايه ومين اللي موتها. هل ماتت بسبب التنمر، ولا الطلاب كانوا بيغلسوا عليها مثلا، ولا بسبب العنف، ولا بسبب مدرس، ولا بسبب ايه، علشان يكشف الحقيقة ويبرئ نفسه. فهو هيدخل بقى المدرسة وده الهدف بتاعه، وهيكتشف ان كل الطلاب حياتهم ضايعة، كل طالب فيه ليه جوانب اخرى من حياته ومن شخصيته، كلهم بيكذبوا على بعض وكلهم محدش فيهم بيقول حاجه صح، لحد ما يكتشف الحقيقه ويعرف سبب موت الطالبه دي ويحاول يحل الموضوع ويحاول يبرئ نفسه. المسلسل ده حلو جدا، في نوع من انواع التحقيقات شويه لان هو اصلا محامي ومتهم بجريمه قتل وعايز يبرئ نفسه، فهيبقى فيه شويه من المؤامرات والتحقيقات والغموض والجريمه وكده. فالمسلسل ده حلو جدا، اتفرجوا عليه هيعجبكم. قولوا لي رايكم ايه في الكومنتس، اوعوا تنسوا انا بستنى رايكم عشان اكمل باقي السلسله. 오늘부터 발 뻗고 자겠다? 정수가 죽어서? 같은 학교 여학생을 칼로 찌른 사건이야. 부담임 기강제라고 한다. 이상한 부분이 한두 군데가 아니야. 대체 나한테 왜 이러는 거야? 할 수 있으면 해봐. 해봐! 진범이 누군지 밝혀내야! 들어가면 죽을걸요? 쟤 진짜 죽을 거라고요. وقولوا لي رايكم في الكومنتس، المسلسلات اللي شفتوها والمسلسلات اللي لسه ما شفتوهاش، ايه المسلسلات اللي عجبتكم، وقولوا لي اقتراحات تانية لمسلسلات مدرسيه برضو عجبتكم وبتحبوها. وقولوا لي السلسله الجايه حابين ايه نوع الدراما اللي تشوفوه، هل رومانسي، تاريخي، كوميدي، ولا اكشن، ولا رعب، ولا الدنيا ماشيه ازاي. قولوا لي رايكم ايه واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.